بعد ما سافرت لعنده لبشار عربي وطلبت اني اتحداه، حط لي شرط تعجيزي. اذا الفيديو هذا وصل 50,000 كومنت بتحداك بأرض الملعب. هذا الرقم بنظري كان مستحيل انه يجيب. المتابعين عملوا حمله، وصلوا الفيديو على التيك توك 50,000 وعلى الانستا 50,000 بظرف 48 ساعه بس. بفضل دعمكم الجبار يا حبيبه قلبي وصلنا 50,000 وجبنا التارجت. محمد عدنان توقع انه انا اربح، وحسب ما بعرف محمد عدنان دايما بيتوقع صح. رح تخسر يا بشار، رح تخسر رسميا. بعد كل هيدا اللي صار بتفاجئ اليوم الصبح انه بشار عمل لي انفولو على الانستا. طلع اخذ خاطره انه انا بينته بشكل انه هو عم يتهرب وانا رحت لحقته وما بعرف. عارفوا شو المشكله بالموضوع؟ انه بشار هو اللي اجى تحركش فيه، يعني هو اجى عمل لي كومنت على عم يتوعد لي وجايني، والناس شو فلتت علي انا عم بتهرب منه، مش ناطرني اسكت يعني. فلت عليه وكنت متخيل منه انه يفهم من هذا السوشيال ميديا، يعني لما اطلع احكي عنه واقول بشار عم يتهرب لازم هو يطلع يرد علي ويقول كاسم عم يتهرب وانا جاي العب ضده. هذا اللي بيعمل تنشن، هذا اللي بيعمل حماس بالسوشيال ميديا. والله ولا كنت زعلت منه لو شو ما طلع هيك يطلع يقول كاسم خيفان جبان ما بيعرف اخر هم. زلمه طويل عريض كومنت او كلمه على السوشيال ميديا بدها تهزني. بس بعتذر منكم يا جماعه، انا اخترت الشخص الغلط لاتحداه. يعني كنت فاكر انه عنده زيت العقليه اللي انا عندي اياها، هيك حكي بالمنافسه بخليني ضل اتمرن ليل نهار يا جماعه لخسر. كنت متخيل انه هو عنده زيت العقليه، طلع لا. هيدا اخر فيديو يا جماعه بينزل عن بشار عربي، بدكم هالموفي وان تصير تغطوا عليه، اعملوا له تاجات بالتعليقات او روحوا على صفحته احكي معه.